انا معرفش والله، انا مسطوله للدرجه دي ان الفيديو ده يبقى عندي بقاله اكتر من اسبوعين او 3 اسابيع وانا فعلا ناسياه. واللي خلاني افتكره ان انا بفنط التليفون دلوقتي وبقول ايه الحاجات بقى من الفيديوهات اللي منتجتها وايه اللي عايزه تتمنتج. لقيت الفيديو ده ولقيته متظبط وكل حاجه، بس ناقص له المونتاج بتاع الصوت. فقلت يعني انا للدرجه دي عقلي طاير يعني، او عقلي خلاص مش موجود؟ فربنا يا رب بجد والله يعيننا على المهلبيه اللي بقت في دماغنا دي. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور بناء على طلب اختي، لان هي بقالها كتير جدا بتقول لي انا نفسي في السمك، وانا عماله اجل واقول طيب هنزل مش عارفه ايه. فاليوم ده بقى اللي جبت فيه السمك ده كان صدفه كده، ان انا نزلت ولقيت الراجل قدامي منزل سمك طازه فجبت. طيب جبت السمك بكام؟ كنت جايبه السمك في اليوم ده ب100 جنيه، وانا في الحقيقه قعدت اقول ايه ده، السمك ب100 جنيه؟ يا لهوي هو وصل للدرجه دي؟ امال في رمضان هيوصل كام؟ معرفش بقى دلوقتي وانا بسجل لكم الفيديو ده السمك اصلا وصل لكام. بس خلينا نقول يعني ان انا كنت جايبه السمك في اليوم ده ب100 جنيه، فخلينا برضو نقول ان كانه ب100 جنيه لحد دلوقتي، او يمكن يكون نزل كمان شويه، يا مسهل يا رب. المهم بقى ان اهم حاجه في السمك انه يبقى نضيف يا بنات، لانه انتوا عارفين انه اكتر حاجه زفره بتبقى السمك بصراحه. بيبقى محتاج نظافة جامدة جدا، وبيبقى محتاج يعني ايه يعني محتاج ان انت تدوسي على نفسك في النظافة فيه، لان كمان القلب بتاعه بيبقى اسود يعني من جوه زي ما انتم بتشوفوا كده. فلازم يتنضف كويس، واحسن حاجة بقى تنضفيه بيها وتخليه زي الفل هي الفرشة. انا جايبة كذا فرشة، مخليها واحدة للخضار، مخليها واحدة للسمك، مخليها واحدة بعمل بيها البوتاجاز، الكلام ده كله. طبعا لازم تعلميها كويس جدا علشان ما تتلخبطيش ما بين فرشة السمك وفرشة الخضار. وعايزه اقول لك حاجه بقى، ان انت لما بتبداي تعملي بيها السمك هي شكلها سبحان الله بيبان ان هي كان معمول بيها سمك قبل كده. فحاولي بس تفصليها عن اي مكان تاني يكون فيه معالق فرش تانية، الكلام ده كله. هنا بقى انا كنت غسلته كويس جدا وخليت القلب بتاعه ابيض قشطه فله شمعه منوره كده، ونقعته شويه بالملح. طبعا مسكت الملح كده وحطيت فيه ملح من جوه، وبرده عملت له زي صنفره كده لاي حاجه ما طلعتش في ايدي، وسبته بس 10 دقايق ولا حاجه. وبعد كده غسلته تاني وسبته بقى يتصفى. وهنا بقى هعمل الايه يعني التحابيش اللي بتبقى جنب السمك. انا كنت جايبه جرجير، طبعا السمك حبيب الجرجير والسلطات والكلام ده كله، وانا بيني وبينكم من عشاق الجرجير بحبه جدا، فلو قدامي غيط جرجير هاكله. بس انا مش دايما بيبقى متوفر عندي بسبب ان هو محتاج تنزلي والكلام ده كله. فلما بيبقى متوفر عندي بصراحة باكله. ممكن يعني اكل في اليوم حزمتين 3. هو مغذي جدا يا بنات، وعايزة اقول لكم للشعر رهيب، وليه فوائد حلوة جدا، يعني من احسن الخضار اللي ممكن تاكليه جنب جميع الاكل. فهو لما بيبقى متوفر عندي بصراحة او بيبقى قدامي ممكن اجيب كمان وانضفه واحطه في الفريق في التلاجة وفي علبة كده، بيبقى حلو قوي. هنا بقى تعالوا نعمل تتبيله حلوه قوي قوي للسمك. وعايزه اقول لكم على حاجه، احسن تتبيله ممكن تعملوها للسمك هي التتبيله دي. اول حاجه خدت جزرايه كده او جزرتين على حسب، وحطيتهم في الكبه، وحطيت معاهم الثوم وفلفل، وفرمتهم كويس جدا في الكبه. انا بحب الفرم بتاعه يبقى ناعم كده شويه. تمام. وبعد كده بقى هحط التوابل بتاعتي، هحط خل وليمون وهحط ملح وكمون يا بنات. السمك ما بياخدش اكتر من كده، لا بياخد بهارات ولا بياخد فلفل اسود ولا بياخد حاجات كتير. يعني دايما قللي في البهارات، لان الحاجات دي بتضيع الطعم الاصلي للحمه بتاعت السمك اصلا. هو السمك حبيب الكمون والثوم والليمون، اكتر من كده لا. وحطيت بقى شويه بقدونس حلوين كده، وهدي الخلطه دي تقليبه محترمه. وعايزه اقول لكم ان الخلطه دي كتري منها، علشان انت هتعملي منها السلطه، سواء السلطه الخضراء سواء سلطه الطحينه، وهتحطي منها كمان معلقه على رز الصياديه بتاع السمك، بتودي الرز في حته تانية تالتة خالص. بس هنا بقى مسكت السمك بعد ما نضفته وعملت فيه كده شرايح بالسكينه، وهبدأ بقى ان انا اتبل السمك. اتبل بقى كل فتحات السمك، الفتحات اللي انت عاملاها بالسكينه، وكمان القلب من جوه، والراس. انا بحب الراس وبنضفها كويس جدا، واحنا بنحب نمصمص الراس. تمام. فاللي ما بيحبهاش او بيقرف من شكلها او الكلام ده كله تقدري تشيليها، لكن احنا اصلا بنحبها واصلا بنتخانق عليها في السمكه. يعني احنا بالنسبه لنا السمك عباره عن مصمصه، ممكن نسيب اللحم وناكل المصمصه والجناب والحاجات اللي بتبقى متبله دي. فانت مش عايزاها شيليها.
بس هنا تبلته وخليته زي الفل. هحطه بقى على صينيه كده وهبدا اسيبه شويه. السمكايه بقى المكاريل دي هعمل لها تتبيله يا بنات فظيعه، لاني عايزه اعملها سنجاري. جبت كده ورق فويل وحطيت عليها حته ورقه زبده، وحطيت معلقه زيت بس علشان السمكيه ما تلزقش، وهبدا ان انا اغلف السمكيه من بره. يعني هبرم عليها ورقه الزبده وورقه الفويل بحيث ان هي تاخد شكل السمكيه من بره كانك كده بالظبط جايباها من مطعم. وهحط بقى التتبيله بتاعت الثوم والملح والكمون والخل والليمون، التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها دي هحطها كده عليها، اغلف بيها السمكه كلها. وهسيبها بقى على جنب علشان انا هعمل لها تتبيله تانية. بصوا انتوا لو كلتوا السمك في البيت بالطريقه دي والله العظيم ما هتجيبوه من بره. لو انت جبت الاكله دي من بره هتدفعي بيها مبلغ رهيب، ومش هتبقى بنظافه ايدك. ماشي. هنا بقى جبت بصلايه وفلفل وبصلايه وطماطم وشويه بقدونس، وحطيت شويه خل صغيرين، وحطيت برضو ملح وكمون، وحطيتهم على النار يا دوبك دبلوا عارفين حاجه خفيفه قوي، مش يستووا، انا عايزاهم بس يدبلوا. وحطيتهم على السمكيه. دي طريقة السمك السنجاري. لو عملت اي سمك سنجاري بالطريقة دي هتاكلي احلى سمك سنجاري في حياتك. وهنا بقى دي شرايح ليمون قطعتها كده وحطيتها فوق الوش، وكده يبقى الحاجة معانا جاهزة. بصوا بقى الجمال، عملت سلطة طحينة ونضفت الجرجير وعملت سلطة خضراء وحاجة كده منتهى الجمال. تعالوا بقى على شوية رز صيادية هتاكلوا صوابعكم وراه. اول حاجة كده جبت بصل وحطيته على النار، وحطيت كمان معاه هنا طبعا انا بحط السمكية السنجاري في الفرن، ما بتاخدش وقت خالص يا بنات، ما بتاخدش وقت خالص، المكاريل بيستوي بسرعة. نيجي بقى للرز الصيادية زي ما قلت لكم. هنحط زيت، وهنحط عليه بصلتين كده وسط مثلا، على حسب بقى انت هتعملي قد ايه رز، لحد لما البصل ياخد لون ذهبي، بس ذهبي غامق، بس ما يتحرقش عشان لو اتحرق هيمرر. يعني في فرق انك تغمقي البصلايه وفي فرق ان انت تحرقيها. تمام. لحد بس ما البصله تتعمل هعمل الكفر بتاع السمك، عباره عن دقيق وعليه معلقتين نشا علشان ما يشربش زيت وعلشان يقرمش، الكفر بتاعه يقرمش، مش اكتر من كده. لا بتبله بقى بتوابل كتير ولا بحط على الدقيق حبشتكنات ولا الكلام ده كله. شفتوا بقى لون البصله حلو ازاي، مش محروقه ولكن غامقه شويه. بكون بقى مصفيه الرز على حسب الرز اللي انت عايزاه، وبحط ملح وكمون بس يا بنات، ملح وكمون بس. وبحط شويه بقى من الخلطه السمك اللي احنا سايبينها، عايزه اقول لكم فظيعه. طيب حطيت ايه تاني؟ ذره قرفه. يا خرابي على رز الصياديه بذره القرفه. بصي بتاكلي كده انت مش عارفه انت بتاكلي ايه من الجمال والحلاوه. في ناس بتحط سكر، كنت بحط، بس انا بصراحه ما حطيتش المره دي سكر، لان انا كده كده اديت البصله لون غامق، فمش محتاجه ان هي تتكرمل اكتر من كده. عايزه تحطي معلقه سكر تساعدك على كرمله البصل براحتك، وبتدي برضو طعم مسكر للرز. بس هسيبه بقى على نار هاديه، على نار عاليه لحد ما يغلي، وبعد كده هوطي لحد ما يتشرب نفس طريقه الرز العادي. بس ما تنسيش المعلقه بتاعه تتبيله السمك اللي بتتحط مع الرز. جربي الرز بالطريقه دي ومش هتندمي، والله العظيم ما هتندمي. بصي هتاكلي شويه رز صياديه كده هيخشوا قلبك مش هيخرجوا منه تاني. بس هنا بقى بجيب السمك وببدا ان انا اغلفه كويس جدا، وبضغط على السمكيه كده علشان الكفر بتاع السمك او الكفر بتاع الدقيق يمسك على السمكه. في ناس، معلش التليفون رن. في ناس بقى بتعمل ايه؟ بتحط السمك في الكفر بتاعه، بعدين تخرجه على ميه، وبعدين ترجع تحطه في الكفر تاني، فيطلعه كريسبي قوي، كانك بتاكلي كده فراخ اللي هي الفراخ اللي هي المقرمشه زي الفراخ الكنتاكي والكوكي والحاجات دي او البروست بمعنى اصح. بس انا بصراحه ما بحبهوش كده، يعني عملته مره بصراحه وما عجبنيش يعني احسن حاجه، لان انا كمان عندي محمد ما بيحبش الحاجه طبقاتها كتير، او طبقاتها يعني طبقاتها جامده، يعني ما بيحبش حتى الفراخ البروست خرجها من الكفر في ميه والكفر تاني وكده، هو مش بيحب كده، بيحس ان هي مكلكعه زيت قوي، فهو مش بيحب كده خالص. لكن انت لو حابه ان هي تبقى مقرمشه قوي ممكن تعملي الحركه دي، بس برضو ما تكتريش في الدقيق توابل كتير عشان ما يضيعش الطعم الاصلي للسمكه. بس وبتحطيه بقى في زيت ما يكونش غزير برضو قوي، عادي جدا، بتحطيه في زيت بس يكون سخن اهم حاجه.
ويا ريت تكون الحاجه اللي هتقلي فيها قد السمكيه، يعني ما تكونش مثلا صغيره على السمكيه فالسمكه يعني عارفين انتوا تكش كده او تتني، انتوا فاهمين قصدي. بصوا بقى بوريكم هنا منظر الرز وجماله. عايزه اقول لكم كنت خلاص كده عملت الاكل، وكان خلاص اخر سمكه تقريبا او سمكتين في الزيت. هنا بقى عايزه اعمل لهم شكل جمالي للرز بقى وتعب، يعني اجمل تعبي وكمان علشان التصوير يبقى شكله حلو. فجبت الطبق دوت وبدات ان انا ارصي بقى فيه الرز كده، يعني احط فيه الرز زي فورمه كده للرز واحطه في الطبق، يعني كشكل جمالي. مش كل مره بعمل كده ومش كل يوم بعمل كده، ولكن علشان التصوير دي حاجه، واحيانا بتيجي في دماغي كده ان انا اعمل الشكل ده. هنا بقى بوريكم السمكه وجمالها. عايزه اقول لكم ان هي تقريبا ما اخدتش ربع ساعه على النار في الفرن، وبعد كده ولعت عليها الشوايه بس تاخد لون، كان طعمها رهيب. احنا كلناها والبولتي فاض، يعني انا البولتي بتاعتي فاضت لاني دوست في السنجاري اكتر. وحاجه كده منتهى الجمال والنظافه. جربوها في البيت بالطريقه ديت، هتدعولي وهتعجبكم جدا جدا جدا. واشوفكم في فيديوهات كتير قوي جايه. مع السلامه.